بالواقي عبد الله، بالواقي عبد الله، بالوفي. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. أولا وقبل كل شيء شاكرا للدكتور أبو بكر على هذه اللمة وعلى هذا الحضور الذي زاده نور، حضور السيد محمد برقي والسيد الوزير معالي الوزير السابق عزيز درواز. أما الأمر الآخر، هناك خطأ في تسمية هذا اليوم الدراسي. ألا الأحرى بكم أن كنتم من تقولوا تمويل الأندية الرياضية في ظل قانون الانحراف الرياضي، لأن كلمة احتراف هي في الاسم فقط. كلمة احتراف، عندما نتكلم عن الاحتراف نطرح سؤال عليكم وعلى كل الموجودين في القاعة: أين نحن مما وصل له نادي الأهلي المصري، حتى لا أقول برشلونة؟ أين نحن ما وصل له الترجي التونسي، حتى لا أقول ريال مدريد؟ أين نحن من أين ما وصله الوداد البيضاوي، حتى لا أقول روما أو جوفنتيس؟ أين نحن من ما وصل له النصر السعودي؟ كل واحد منا يتألم ويبكي ولا يكفنا البكاء على هذا الوطن الجريح، الجريح في كل مؤسساته. اليوم الغائب الأكبر السيد وزير الشباب والرياضة، كان من المفروض أن يحضر ونضع له البساط الأحمر ونقف أمامه مصفقين مهللين، لكن بارك الله فيك. يا أسفه. الأمر الآخر والمحزن، نتكلم عن التمويل الرياضي، نتكلم عن الاحتراف. هل لا طرحنا سؤالا عن أنفسنا عن عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر؟ كيف كان قبل الاحتراف وكيف صبح وقت الاحتراف؟ هل لا طرحنا السؤال ماذا قدمت شركة سوناتراك لهذا الفريق؟ قدمت له الفساد والخراب. هل يعقل هل نادي تأسس قبل قرابة القرن أو أكثر ما يملكش انسياج، ما يملكش ملعب، ما يملكش مركز تكوين، نعرج على المداخيل؟ لو كان هذه مولودية العاصمة أو برج بوعريريج أو فريق فنوغيل من أضرار أو زاوية حينون من أولف لها مركز تكوين أو مقرى حتى، أو كان لها مركز تكوين أو ملعب خاص، أو يكون المزج بين الماركتينغ سبورتيف التسويق الرياضي، مش معقول. شكون الشركة يا إخواني السيد الرئيس السابق، شكون الشركة اللي اليوم جيت تنفيستي مع فريق ودير لهم سبونسورينغ؟ مش منطق يا إخواني. جي شركة اديداس ولا جوما وتجيب تفتح متجر هنا في العاصمة ولا في أضرار ولا في طمراست، ويجي واحد يروح يبني اتولي ويروح يدير الكونترفاسون. إخواني سامحوني على هذا الشيء، هذه مغالطة كبيرة ورانا مجمعين نثمنوا في الغلط، ولازم يكون عندنا صوت واحد من أجل الارتقاء بهذا الوطن، الارتقاء بهذه الحركة الرياضية. هذه البلاد ولادة. سيدي معالي الوزير عزيز درواز، لك مني كل التقدير والاحترام، لك مني كل التقدير والاحترام. اليوم لابد نبكوا وما ينفعناش نبكي على كرة اليد الجزائرية. أين وصلت؟ الله فيك. بارك أين الله وصلت؟ الله يحفظك. سامحني السي أيت عمر، سامحني سامحني شكرا سامحني أستاذ أيت عمر، سامحني يا سيدي المتدخل، سامحني جزاك الله خير. شكرت الجميع ولم نسمع منك. سامحني السيد النائب أيت عمر، لابد من كلمة للسيد محمد برقي الذي أنا ثمرة من ثمراته الآن. أنا من أولف من أضرار، كنت حاكم في ضرالي. لك تحية تقدير سيد محمد برقي، تحية تقدير، جزاكم الله عنا خير. ورسالتي الأخيرة أضم صوتي لصوت سيد مسعودان، أقول للجهة الوصية عليكم. أنا شوف أنا ضد السوسيال، خاطر أنا وصاني واحد اللي رباني يقول لي كي تبغي تربي أقلع الحنان. ماهوش معقول يا جماعة الخير إلا حبينا نمشوا نقلعوا السوسيال من التسيير، لكن لابد
من موازنه حقيقيه. مش معقول باش اضرار فيها 3 مجمعات بتروليه، فريق ينشط في الناسيونال 3 زاويه حينون 0 دينار، 0 دينار. جزاكم الله عنا خير. شكرا. واصحاب الاعلام نقول لكم اعطونا حقنا في الاعلام، سي صرفاوي من السعوديه، اعطونا حقنا في الاعلام.